توجد منطقة سيروا التي أصبحت حاليا مقرا منجميا جديدا لمعدن الكروم والكوبالت والنيكل، والذي تشرف عليه شركة كندية متخصصة في مجال التعدين. وتقدر الدراسات الميدانية حجم الصخور الحاملة لهذه المعادن بحوالي 700 ملايين طن. قدرت قيمتها الأولية بنحو 60 مليار دولار، مما منح المنطقة الشرقية خاصة إقليم ورزازات مكانة بارزة على خريطة المعادن الاستراتيجية على الصعيد العالمي. ويستعمل الكروم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ المعروف بمادة إينوكس